الحقيقه ان القرار كان قرار انا في الاخر، وانا اللي رحت صارحت اهلي. انا اللي رحت صارحت اهلي وقلت لهم ان انا محتاج ان انا اتعالج. دخولي في برنامج اعاده تاهيل، وانا بعتبر ان ده كان نعمه ربنا بعتها لي يعني، لان انا بصراحه كنت قبلها بفكر كتير قوي في ان انا اموت، يعني ما كانش عندي رغبه للحياه. وبعد ما انتهيت من البرنامج العلاجي بتاعي خدت قرار كده ان انا هسيب شغلي القديم وهساعد مدمنين غيري ان هم يوصلوا للنتيجه اللي انا وصلت لها. كان بيهمني اول ما حد بيجي لي ان انا اقعد اتكلم معاه الاول، لازم اوريه الخسائر اللي هو خسرها بسبب المخدرات، لان الخسائر دي كبيره جدا بس هو مبقاش فاهمها. اول ما الاهل بيكتشفوا ان ابنهم مدمن وشايفين ان هو محتاج علاج، طبعا احنا اول نصيحه بنقدمها لهم، لان في كتير من الشباب بتبقى رافضه ان هي تخش تتعالج في مراكز اعاده تاهيل. احنا بنقول له ارفع ايدك عنه، سيبه يواجه الحياه، سيبه يحس ان الحياه دي ما هي السهله، اللي هو انا بدفعه في حته ان هو يتحول من انسان اعتمادي على الناس اللي حواليه لانسان يحاول ان هو يعتمد على نفسه. لان الانسان لما يجي يعتمد على نفسه هيبدا يكتشف جوانب الضعف في شخصيته ويبدا ينميها او يبدا يطلب هو المساعده. في رساله عايز بس اقدمها للناس اللي هم اصحاب الاعمال، اللي هم الناس اللي عندهم مصانع، اللي عندهم شركات، ان المدمن المتعافي ده حد عشان يخلص من مشكلته بيشتغل البرنامج ده كله مبادئ، يعني هو شخص بقى ملزم ان هو يشتغل بالمبادئ دي مدى حياته. فالحد ده احنا ممكن نعتمد عليه، وبيكون هو عنده حته ان هو نفسه يثبت نفسه ويثبت ذاته ويعوض اللي هو فاته، فبيبقى اداؤه في الشغل كويس. عايز اقول للمجتمع ان ترجع العلاقات الانسانيه ترجع زي الاول، ان الاب ما يزعلش اما يلاقي الجار بيوجه ابنه، ما يزعلش اما يلاقي الجار جاي بيقول له انا شفت ابنك على نص الشارع بيشرب سيجاره. ترجع الاجتماعات تاني. عايز تواجد الاب والام في البيت زي زمان. دلوقتي الاب موجود جسم بس والام موجوده جسم بس، لكن روحهم مش موجوده في البيت. أنا مش عارفة أقول إيه، بس أشكرك على النصائح الغالية اللي حضرتك قلتها. ودكتور جزاك الله كل خير يعني على حضرتك قدرت بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى انك بالعلاج وبطريقه العلاج انه يتحول كمان انه يبقى معالج لمدمنين. بس هو قال حاجه يا دكتور سريعا حضرتك قولها لنا عشان وقت البرنامج. قال ان بقى في برنامج لاعاده مبادئ. يعني ايه الكلام ده؟ التعافي اي واحد مننا النهارده في درجه ايمانه كام في الميه؟ يعني احنا قد نكون ما بنكذبش، لكن كم في المية نحن صادقين وكم في المية ما بنكذبش؟ احنا بنعامل ربنا بان احنا بنصلي وبنصوم وخلاص، انما ايه المردود بتاعه؟ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فيكم. فنوت درجات التعافي. الانسان لا يكفي ان هو يكون ما بياخدش مخدرات، ولكن لازم يكون عنده مبادئ، لازم يعرف كيف يتعلم البعد عن الإنكار. أنا مش راجل وحش، وتلاقيه بياخد رشوة أو بيعمل بيسرق من مكانه أو بيعمل إجرام بكل ذكاء، يخش في شركة ينهبها، يخش شمال ويمين ويروح يحج. فأنتوا في برنامج دوت بتعالجوا بقى المبادئ بناء إيماني الله. متكامل متدرج، ما هوش بس مجرد ان هو ما ياخدش مخدرات، لا، ازاي يعيد الثقه الى نفسه. يا دكتور ده محتاجين في حياتنا كلنا ان احنا كل يوم اقيس نفسي كم في المية انا مسلم، كم في المية انا مؤمن، كم في المية انا محسن، كم في المية انا موقن. ففي درجات طبعا الله. دكتور استاذ محمود من مصر كان له سؤال، الحشيش والطرق ونقاط سريعه في معالجه الحشيش، هل هي زي طريقه التدخين ولا في حد زود عليه حاجه ثانيه؟ احنا في عندنا لكل ادمان مقياس. نعم. مقياس حده الادمان. واحد دخل بقاله شهر وأسرته اكتشفت وعرفت، وهو أساسا شخصيته من قبل المرض شخصية قوية، غير واحد بيعيش في أسرة مفككة وبقاله 20-30 سنة. طب الحل إيه يا دكتور؟ كل واحد وليه خطة وبرنامج علاج. الكثير يحتاجوا إلى التوقف وعلاج بعض الأعراض الجسمانية عندما
يكون عنده البنيان الفكري والعقلي السليم وعمله منتظم وحياته منتظمة، يستطيع أن يتوقف بعلاج بعض الآلام اللي بتحصل في الفترة الأولى من الحشيش والحاجات دي، إذا كان مكسوف أنه يجي العلاج. لكن إذا حس أنه هو مش قادر أنه يستمر وضغط إلحاح الفكرة، لازم يلجأ إلى التشخيص والعلاج. لأنه أنا لما ضرسي النهاردة بيوجعني بجري للدكتور الأسنان الصحي في عز الليل، اتصل بيه أجي لك إمتى؟ أنت موجود فين دلوقتي؟ بجري له. فواحد يبقى حياته عقله فقده، إزاي إن هو يسيب نفسه؟ نعم. ويسيب نفسه أيام بتجري ويمكن النهاردة واحد بياخد مخدرات جه في دماغه إنه يبطل، ما بطلش 5 6 أشهر ولا 5 6 سنين متدهور في المخدرات لغاية لما مرة تانية تطق في دماغه إنه يبطل. نعم. الكلمة الأخيرة اللي قالها حسين الحقيقة وأنا بشكره، إنه أصبحت الأسرة موجودة جسد وليس روح. آخر إحصاء عملناه عن كان تقرير سريع إحصائي سريع عن الأسباب الاجتماعية والنفسية، لقينا السبب الرئيسي الفراغ. نعم. أصبحت الأسرة دماغها فاضية، مفيش فيها ثقافة ولا إبداع ولا فيها أي علاقة ما بين الأخ والناس عمالة بتتخانق في الشارع وإحنا جايين، أوعى تمشي في الشارع أحسن في خناقة، أوعى تمشي في الشارع في خناقة. مجتمع أصبح يحتاج إلى مراجعة، إحنا بنعمل إيه؟ إحنا رايحين فين؟ لكل إنسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لازم يسود يعني الأمان نلخص الكلام والسلام حضرتك بين قلته يا دكتور. ثقافة الأهل مهمة جدا عشان أبنائهم، طبعا. القرب من الأبناء، القرب من الأصدقاء، الفسح والنزهات مع بعض. حضرتك تحب تضيف حاجة سريعا؟ حذاري من الأب والأم يكون عندهم عنف. نعم. أو قسوة، العنف أو والقسوة. يدخنوا أو يشربوا مخدرات، القدوة بقى السيئة، أو يكونوا قدوة سيئة. نعم. يجب أن يكون هناك عامة كده شخصية الأب والأم شخصية مقبولة. جزاك الله كل خير يا دكتور، شرفتنا ونورتنا. ربنا يعافينا جميعا من أي خطوة أو أي درجة سلم ممكن تكون بداية طريق نهايته الإدمان. يا رب قولوا آمين معايا كده هوت، لأن طول ما احنا بنتنفس فاحنا ممكن نتغير. دي قاعدة لازم نحطها في حياتنا ونكتبها ونعلقها. أنا بتنفس يبقى ربنا مديني فرصة للتوبة، ربنا مديني فرصة إن أتغير وأتغير للأحسن إن شاء الله. يا رب ابعد عنا أي شر جميعا. وبكرة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن موضوع يمكن تناولته برامج كتير جدا، واحنا كمان في جنات اتكلمنا عنه، الطلاق. لكن الحقيقة ان احنا بكرة مش هنتكلم عن الظاهرة دي انها منتشرة، ولا هنتكلم عن حلول للطلاق. احنا هنتكلم عن حق المطلقة، حقوق المطلقة. معنا بكرة مع الدكتورة إلهام شاهين. جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالنا تتعاملي بالحسنى، أمر النبي واجب يا وش الخير، دي بيوتنا بيكي حتة من الجنة، يا مسلمة يا قمر منور بالحجاب متكرمة، يا حنين